فوز تاريخي إذن مشاهدينا للمنتخب المغربي والذي يسجل حضوره الأول بكأس العالم للسيدات. فوز تاريخي أول للمنتخب وهدف أول لابتسام الجرايدي كأول لاعبة عربية تتمكن من التسجيل بكأس العالم. والمنتخب المغربي أول منتخب يتمكن من انتزاع 3 نقاط بطبيعة الحال في كأس العالم للسيدات. عودة مهمة بالنسبة للمنتخب المغربي الذي تعثر بالجولة الأولى لكن تمكن من العودة اليوم أمام كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل بهدف ابتسام جرايدي، وبالتالي 3 نقاط للمنتخب المغربي يتمكن من إضافتها بهذه المجموعة الثامنة والتي تضم كذلك إلى جانب منتخبي المغرب وكوريا الجنوبية كل من كولومبيا والمنتخب الألماني. بيدروس مدرب المنتخب المغربي نتابعه بهذه اللحظات مع لاعبات المنتخب المغربي وهذه الفرحة الكبيرة مع تسجيل هذا الفوز. نتحدث عن أول فوز لمنتخب عربي بتاريخ كأس العالم للسيدات مع أول حضور بطبيعة الحال مع المنتخب المغربي كمنتخب عربي بنهائيات كأس العالم للسيدات. والأهم أنه أحيا آمال المنتخب المغربي بهذه المجموعة. تعثر بالجولة الأولى لكن الآن فرصة واردة أمام المنتخب المغربي.